هذا الموضوع جاني من واحدة من المتابعات اللي سولتني كيفاش نقدر ننظم نهاري في أيام المدرسة ونلقى وقت لراسي. كتفيقي مع 6 أو 7 ديال الصباح، كتوجدي الفطور، كتلبسي الوليدات وكتسابقي مع الوقت، وغير كيدخلوا المدرسة كتلقاي راسك بديتي سباق جديد مع الدار، الخدمة، الطياب. ووسط هاد الروينة كاملة كتسولي راسك وفين هو الوقت ديالي أنا؟ الفقرة الأولى، أكبر خطأ كديروا النساء في نهار المدرسة. إلا كنتي كتعيشي هاد السيناريو كل نهار، هاد الحلقة ليك. أول خطأ كديروا بزاف ديال ربات البيوت هو أنهم غير كيرجعوا من المدرسة كيدخلوا مباشرة في مود خدمة، تنظيف، الترتيب، الغسيل، الطياب، وكيضيعوا عليهم أهم لحظة في اليوم، لحظة الانتقال. عقلك خاصو 10 دقائق فقط باش يبدل المود من ستريس وجري إلى تنظيم، وإلا ما عطيتيهش هاد اللحظة غادي يبقى اليوم كامل مرون عندك. الفقرة الثانية، السر ديال أول 20 دقيقة. السر الحقيقي ديال النساء اللي كيضبطوا نهارهم هو أول 20 دقيقة من بعد ما يخرجوا الوليدات. هنا فين كيتبنى النهار. شنو تديري؟ حبسي الهاتف، غير نصف ساعة بلا سوشيال ميديا راه كدير معجزة. رتبي غير زاوية وحدة، سطح الكوزينة، الصالون أو البلاصة اللي كتشوفيها بزاف. كتبي 3 مهام فقط ماشي 20. التركيز على القليل هو السر. بهذا النظام عقلك كيدخل في مود جديد، نهار منظم ماشي نهار عشوائي. الفقرة الثالثة، كيفاش تخلقي وقت لنفسك بلا إحساس بالذنب. هنا كاين المشكل عند بزاف ديال الأمهات، كتدوز نهار كامل فقط تتجري مع الشقة، ولكن ملي بغات ترتاح شوية كتجيها واحد الشعور بالذنب. خاصك تعرفي حاجة، الراحة ماشي كسل، الراحة إعادة شحن. ودابا نقولك كيفاش تخلقي الوقت ديالك بلا تأنيب الضمير. اختاري 15 دقيقة في النهار، فقط 15 دقيقة. سدي الباب، شربي أتاي، القهوة، ديري ماسك، سمعي موسيقى، واعتبري هاد اللحظة موعد مقدس مع النفس. ملي كديري هادشي نهار كامل كيتبدل. غادي نعطيك واحد الروتين بسيط ولكن فعال بزاف. ملي يخرجوا الوليدات للمدرسة خدي دقيقة ترتاحي فيها ورتبي غير بلاصة واحدة كتضايقك. هذه بداية صغيرة كتسهل عليك النهار. من بعد ديري المهمة الأولى والمهمة بزاف عندك، غير مهمة واحدة في هذا الوقت كتعطيك إحساس بالبداية وكتحرك الطاقة. ملي تتكملي خدي راحة خفيفة، شربي شي حاجة دافئة، بدلي الجو، ولا رتبي تفصيلة صغيرة بلا ضغط. من بعد اختاري أكبر مهمة بغيتي تنجزيها هذا الصباح وديري غير هي. هاد الخطوة كتصنع الفرق في نهار كامل. قبل ما يقرب وقت رجوع الوليدات خصصي شوية الوقت اللي كنتي، جلسة قصيرة، شاي دافئ، موسيقى هادئة، ولا غير تنفس عميق. هاد الدقائق كتخففوا الضغط وكتصفيوا المزاج. وملي يرجعوا الوليدات بطبيعة الحال كتكون الأولوية لهم الغداء، الاستقبال والراحة ديالهم. ومن بعد ما يستقروا غادي يبقى لك غير شوية الوقت باش تسالي شي حاجة اللي بديتي وما كملتيهاش في نهارك، وهكذا غتحسي بأنك أنجزتي الحوايج المهمة ومستريسيتيش راسك. وهذا غير نموذج بسيط، تقدري تبدلي الخطوات والطريقة على حسب وقتك والظروف ديالك. المهم هو التوازن ماشي الكمال. تنظيم الوقت ماشي صراع، هو أسلوب حياة. ومنين كتخلي نفسك جزء من النهار كتلاحظي كيفاش كل شيء كيتبدل، أعصابك، مزاجك، وحتى علاقتك بوليداتك. وإلا بغيتي نحضروا حلقة على كيفاش تقسمي وقتك بين الخدمة والدار بلا ضغط كتبي ليا في التعاليق.